قال: ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار ما كان من خصائصهم وعلم من شؤونهم وأمور دينهم. من تشبه بقوم فهو منهم. وأما ما كان مشتركا بيننا وبينهم فهذا لا يدخل في التشبه، وإن كان هم أيضا يفعلوه، لكن صار أيضا كذلك عندنا من الأمور التي لا تعارض شرع الله ويفعله أهل الإسلام، فهذا لا يدخل في النهي. من تشبه بقوم فهو منهم. فما كان من خصائص الكفار وعمله من أمور دينهم أو شؤونهم القبيحة وعمله المسلمون تقليدا للكافرين فهذا التشبه حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل أحوال أنه كبيرة من الكبائر، وإلا ظاهر الحديث الكفر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم. وهنا من تشبه بقوم فهو منهم، فهذه الإضافة خطيرة على المتشبه جدا، ولكنه لا يكفر إلا إذا استحسن دينهم وراء أن دينهم هذه الأفعال التي من جهتهم وهي من خصائصهم أفضل من فعال المسلمين وأفضل من دين المسلمين، فهنا يكفر. قال: وهل يدخل تلوين الشفتين في التشبه؟ لا، فلا بأس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج والطيبات من الرزق، فلا بأس بتلوين الشفتين من غير مبالغة للزينة، ما فيه شيء إن شاء الله.